السلام عليكم. معكم هدى بشار لاعبة فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة. دوماج خسرنا هذا الماتش، ولكن درنا اخطاء اللي استغلها فريق المجد واستطاع انه يسجل علينا. ودابا خاصنا نداركوا هذه المباراة في المباراة القادمة، نحاولوا الانتصار في مدينة مراكش باش يبقى عندنا يعني امل، لان كنعرفوا هاد لا فينال ليكيب اللي غتربح 3 ماتش هي اللي غادي تكون الشامبيون. دونك باقي الامل. دونك حنا غادي نحاولوا نتداركوا هاد الاخطاء اللي درناهم في هاد الماتش باش نستعدوا مزيان في المباراه القادمه ولما لا الانتصار. السلام عليكم، شيماء العلوي، عميده الماتش طنجة لكرة السلة. الحمد لله اليوم خرجنا بواحد الانتصار كبير، فرحنا بزاف، وجدنا ليه الصراحه. مني سالت يعني البطوله ديال الدومي فينال وحنايا كنوجدوا الماتشات ديال الفينال. تنتمناو انه الماتش ديال الغوتور اللي غيكون في مراكش حتى هو نرجعوا به بواحد الانتصار. فريق الكوكب المراكشي واحد الفريق اللي هو كبير، واحد الفريق اللي هو ما ساهلش، وتبارك الله يعني حتى هما عندهم واحد لو نيفو زوين اللي صراحه الله لا فينال هذا العام غادي تكون فيها واحد لا كومبيتيسيون كبيره بزاف. وتنتمناو نرجعوا بالازدواجيه يا ربي هذا العام. ما سهلاش اننا نلعبوا 2 ماتشات في سيمانه، ما كناش مولفينها، ولينا كنلعبوا 2 ماتش باغ سيمين وما كنلقاوش الوقت بزاف لا ريكوبيراسيون. ولكن الحمد لله كنديروا اللي علينا، وكنحاولوا اننا نجاوزوا داكشي. كاينين بزاف ديال السفر، مثلا اليوم لعبنا في طنجه، نهار الاحد غادي خصنا نكونوا في مراكش، خصنا نديبلاصاو من الجمعه ولا من السبت، ماشي سهله، ما كيبقاش لنا الوقت باش نترينيو. ولكن صراحه العزيمه ولاغاج دو فانكر هي اللي كتعاوننا بزاف. صحيح، فهي متعبه وشاقه، وكنزيدوا عليها مدينه مراكش كنعرفوا حتى هي عاوتاني على الطقس، ونيت في مدينه طنجه فهو كاين حتى الطقس عاوتاني، كاين درجه الحراره اللي عاليه، فطبيعه الحال هذا راه كيأثر على اللاعبين وعلى اللاعبات. ولكن حنا هادشي راه بروغراماسيون كتكون في الاول ديال العام، وكان وسنينا عليها اون ايتي داكور باش هذه الطريقه هذه باش تكون باش تلعب هذا العام هذا. بطبيعه الحال 5 المباريات فهما مشقه، ولكن حنا كنحاولوا نلعبوا، كنحاولوا نخدموا مع البنات ذهنيا وبدنيا باش يكونوا في الموعد، ويكونوا في احسن ما يرام في المقابلات هذو، رغم كاين الصعوبات ديال الطريق وديال ديال الماتشات متتاليه. فالحمد لله البنات مستعدين بدنيا. هذه واحد الخدمه اللي هي بدات في سبتمبر، ودابا في هذه الساعه هذه نورمالمون البنات خصهم يكونوا واجدين. الحمد لله كاين واحد الخدمه اللي كانت من الطاقم التقني والطاقم الطبي، كان واحد كنا كنسيروهم باش يكونوا في احسن ما يرام، باش يوصلوا في هذه الساعه هذه يوصلوا في احسن ما يرام باش يواجهوا هاد المقابلات اللي هما الاخرانيين، يكونوا دي فينال، يكونوا حساسين شويه. فطبيعه الحال البنات واجدين فيزيكمون ومونطالمون.